ست تعرفت على راجل محترم جدا وهما بياخدوا كورس وهما اثناء تدريب حاجه معينه. بعد الفتره ما دي عمل لها اد على الفيسبوك، بقى بيتكلموا على خفيف مش عارفه ايه، ابتدوا يشوفوا افلام، ابتدوا يتشاركوا يتكلموا على كتب علمها حاجات كتير مش عارفه ايه، ولكن الراجل ما اتكلمش، لا قال لها انا بحبك ولا انت عجباني ولا انا عايزه اتجوزك ولا اي صديقه. وانا مش عارفه اعمل ايه، يعني مفيش بحبك، مفيش وحشتيني، مفيش كذا مفيش كذا مفيش مش عارفه ايه. لكن هي بتقول لي يا رضوى في كل الكلام ده انا بحس ان هو ما بيعبرنيش. هي كاتبه كده بالظبط. ابادر انا واقول له انه انا، قالت لي انا قعدت المح له كده من بعيد ان انا بفكر ان انا ارتبط، وانه قد ايه انا معجبه بشخصه، وقد ايه كلامي معاه كلام مختلف، ومودي معاه بيبقى حاجه تانية خالص، وقد ايه شخصيته مختلفه وهكذا. بس هو مفيش اي رد فعل يا رضوى، يعني انا بسترسل وهو لا يرسل. اتكلم افتح الموضوع، يعني جايز يكون مكسوف، جايز يكون كذا، جايز يكون كذا. الحقيقه الستات دايما بيكون عندهم حياء. الحياء ده يمنعني في مواقف كتيره جدا في حياتنا انه انا اقدم على حاجه حتى لو انا نفسي فيها، حتى لو انا عايزاها. انا نفسي اقول لفلانه كذا، بس انا هيكون عندي قدر من الحياء. بس انا بشوف انه الحياء غير مرتبط بالمشاعر الصادقه الحقيقيه، ولكن الحياء ملوش علاقه. عشان انا بقول الحقيقه عشان الناس هتقول لي يعني ايه واحده ست تقول لراجل مش عارفه ايه وكذا. فاذا كان النهارده في شخص باخد جزء من يومه، ما بعدش، انا في بلد وهو في بلد وما زال بيكلمني بشكل يومي او غير يومي، بيهتم بيا في بعض الاحوال، ما قطعش معايا، يمكن ما يكون فعلا ما عندوش مشاعر ليكي، يمكن هو يكون شايف ان مش انتي الست اللي هو عايزها، يمكن هو يكون عنده خوف من رد فعلك. لكن ساعات في بعض المشاكل احسن حل ان اواجه، زي مشكلتك دلوقتي. مساء الخير يا استاذ فلان او يا فلان، انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع. انا عارفه مش المفروض ان انا اكون بفتح الموضوع ده، لانه دائما وابدا المفروض ان الراجل هو اللي بيكون بيقدم على الخطوه دي، لكن انا حبيت زي ما بيقولوا اقطع عرق واسيح دمه. انا بحبك، انا عندي مشاعر طيبه تجاهك. ليه بقى؟ لان انت لو ما قلتلوش دلوقتي ان انا عندي مشاعر ليك، وانه انا عايزه اعرف انت عندك مشاعر ليه ولا لا، هتفضلي شويه بقى يعني هيسحب منك شويه وقت، هيسحب منك سنه واثنين وثلاثه لحد ما تبقي قاعده حاطه ايدك على خدك كده مستنيه ان هو يجي يقول لك بحبك او عايزه اتجوزك. طب بعد 3 4 سنين قال لك ان هو لا بيحبك ولا عايز يتجوزك، وانه ملوش اي مشاعر ليكي، انت كنتي مجرد صديقه، ازاي الحال؟ هبقى بدل ما ضيعت سنه من عمري هضيع 4؟ لا، وتبقى القصه خلصت. واحنا بقالنا سنه بنتكلم وانا مش عارفه اذا كنت انت خايف تقول لي ولا انت ما عندكش مشاعر. مش عيب ان انت ما يكونش، هو مش بالعافيه، يا عندي يا لا ما عنديش. لما القصص بتطول وانت شايفاه مش صديق، قولي عشان تعدلي المسار، قولي عشان ما تضيعيش وقتك، قولي عشان ما تضيعيش عمرك، قولي. وده رايي وبمنتهى الامان.